مرحبا مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج موضوعنا اليوم. موضوع اليوم شلون الشخص يحقق حلمه. كل إنسان بالحياة عنده مجموعة من الأهداف وأحلام. خلي نسأل الناس ونشوف آراء الناس شلون قدروا يوصلون لحلمهم. تعالوا خلينا نشوف. مرحبا. مرحبا حياتي. جسن أبلة. Selam رحم. İnsan nece istediğine ulaşır. والله istediğine ulaşır. İsterse bir şeyi hakiki isterse yani azm etsin. Bir şey gözünde durmasın. Yani hiç kimse durmasın önünde. Muavvikat etmesin özü hiç korkmasın. Hem şey korku. Yani hemen ceri olsun beşer. Zayıf insan istediğine ulaşmaz. Gene kuvvetli olasın. Ne diyorsan o insanlara diyorlar benim şansım yoktu. Şans yoktu. Aslan bir şey yoktu şans. Şansı o özü edesin elbiden. Benim imanımca şans yoktu. Ama istediği özü edesin. Yani hayatı, yolu özü yapabilirsin. Yani insan elindedir. Yani çok özü insan yani muhayyar ve museyyar çok vakitlerde. Bazı şeylerde museyyarsan Allah'ın izniyle. Bes muhayyarsan çok kararatı da. Yani eludadır. Karar eludadır. Bu eğidi bu karartı ihtiyarı bu eludadır. Bir şey var sen çok istedin özün oldu. Vallahi bu işim, meşruum. Ben 25 ilde varmışydım, ev arvadıydım. Mektep bitirmedim, 5 ayda kadar devam ettim, vardım kısmet oldu. Ve oturdum evde, bu korona meselesi oldu. Hemen kızım birbirimize yardım ettik, page açtık, page'den elhamdülillah dükkan açtık. Bir ilde elhamdülillah ve şükür. İşimiz güzeldi elhamdülillah, alem tanır bizi, alemden marifetimiz oldu, şeyimiz oldu. Elhamdülillah Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Hele var olsun. Sağ ol حياتي çok memnun. شنو حلمك؟ انه اتخرج القى وظيفه اهم شيء يعني وحاليا الوظيفه صعبه انه الواحد يلقيها ففتحنا مشروع فحاليا بدنا نسعى بهذا المشروع على مود نطوره شويه شويه والحمد لله. الإنسان شلون يقدر يحقق حلمه؟ يسعى وراها لازم يلقى طرق حتى يحقق هذا الحلم. يعني الحلم مو شرط انه يتحقق بيوم او يومين او سنه او سنتين، لا لازم يسعى وراها، يلقى الطرق المناسبه على مود يحققها. فشويه شويه يعني لحد ما يوصل للشيء اللي هو يريده. صح، مرات الإنسان يريد يحقق حلمه ولكن تجي مشكلة يقول أنا خلاص أنا ما عندي حظ بعد خلاص ما أكمل. أنا هم هيك شيء بس شنو يعني صبر. يعني لازم إنه الشخص يكون عنده صبر لحد ما يعني ثقة بالله إنه يصبر شوية شوية وأكيد راح يقدر يسوي كل شيء هو يريده. يعني ماكو فد شيء مستحيل، يعني ماكو حلم ما يتحقق نهائيا، لا بالعكس كل حلم يتحقق. يعني أنا بالنسبة لي أصلا ماكو أحلام، لا هو يعني إنه كل شيء راح يعني أهداف والإنسان يجي يحققها. يحققها. يعني كل شيء موجود بطريقنا، احنا ستيب باي ستيب نحقق الشيء اللي بدنا نوصل له يوم عن يوم وإن شاء الله. شكرا حبيبتي شكرا. شلونك؟ والله الحمد لله. انت شلونك؟ شو اسمك؟ احمد. أحمد، الإنسان شلون يقدر يحقق حلمه؟ عن طريق يخلي فد حافز بعقله، لازم يوصل اللي يريده. بدون الحافز وبدون الطموح ما يقدر يوصل للحلمه. هو الحلم اصلا فد شيء مجرد هيك واحد يتخيل به، بس لازم بدل الحلم لازم ينفذ اللي يريده. الحلم مو شيء. الحلم يعني فد شيء عادي واحد يحلم به، يقول انا اريد باكر اروح المكان، هذا حلم اعتيادي. بس الطموح، بس الحافز، هذا الشيء المهم اللي الواحد لازم يخلي بباله. يعني انا مثلا طالب سادس، مو احلم اريد اصير هيك شيء، لازم اخلي في الطموح الي على مود اني ادخل هذا المجال، ادخل المكان اللي اريده. يعني لازم تدرس زين. لازم ادرس. صار لي سنتين ادرس. يا رب إن شاء الله آخر سنة ومعدل عالي. عبر قناتكم نخليه تعالي ينجح. يا جماعة ادعوا له خليه ينجح ان شاء الله يا ربي. اي هذا احنا ندعي لك، ولكن انت هم لازم تخلي خطة وتدرس عليه. ثابر. يعني اذا ما اني اجاهد ما اثابر اني يعني الحلم ايش راح يفيدني؟ اقعد من الباكر اقعد اني احلم. الحلم مو شيء، لازم واحد يخلي فد شيء بباله يلا يصير. هذا شلون الشخص يحقق حلمه؟ والله لازم يكون إنسان طموح جدا، لازم يصير طموح ولازم يبقى يعني ويستمر ويصر على اللي يريده، طبعا أكيد يحققه.
يعني حتى مرات ظروف صعبة وتواجهها، بس تتعديها لازم هذه كلها حتى تحققين طموحك. أنت حققتي حلم من أحلامك؟ طبعا شلون حققتي؟ لا زلت يعني، والله هي دا أقول لك بالطموح، ايش قد ما طموحك قوي تحققين كل أحلامك إن شاء الله. شو تقولين للأشخاص اللي يقولون مثلا يتمنون شيء أو يريدون يوصلون الحلم، يواجههم مشكلة يقولون إحنا ما عندنا حظ؟ لا طبعا الحظ اكو مرات، اغلب الاحيان احنا نقول ما عندنا حظ وكذا، بس مرات الانسان هو يصنع حظه بايده. انت تصنعين حظك بايدك، انت مو قاعده مكانك تريدين يجيك تعيين او تريدين تجيك فلوس. اذا انت تسعين اكيد تحققين الحلم مالتك. الإنسان شلون يقدر يحقق حلمه؟ الإنسان شلون يقدر يحقق حلمه؟ من يسعى يحقق حلمه. اكو ناس بالحياة مثلا يريدون يحققون حلمهم، اكيد يسعون له، يصيبوا لهم مشاكل، تطلع لهم شغلة يقولون انه احنا ما عندنا حظ. شو تقولون؟ اي صحيح، مرات الحظ يلعب دور. اي فما يقدر يحقق حلمه، فالحظ هم له دور. تمام. يعني انت تقتنع بانه الحظ له دور؟ اي طبعا اكيد، واني واحد من الناس الحظ ما قاعد وياي، فما قدرت احقق حلمي. بس اذا سعيت الى مثل ما قلت، كان عندك إرادة وإصرار راح توصل له. اكيد توصل له، بس ما قلت يعني الحظ له دور كبير. اي الحظ مهما تسعى الحظ له دور كبير. ايش قد عمرك؟ اني 34. وصلت لهذا العمر حققت حلم بحياتك؟ والله حد هسه ولا شيء محقق. اي كل شيء محقق. اتمنى لك الموفقية، واتمنى تسعى وتكون مصر حتى توصل لحلمك. ان شاء الله ان شاء الله بعون الله اذا الله يسهل. شلون تحقق حلمك؟ حلمي بالإصرار بالمشاعر. تمام. الإنسان مثلا يواجه هواية شغلات بالحياة، شلون يقدر يوصل للشيء هو يريده؟ اول شيء يريد يتعب، ثاني شيء يوصلها على حلم مالته. يعني شو هسه ما تتعب ما توصلها للنهايه. تمام. إبراهيم، اكو ناس يقولون مثلا هم عندهم حلم يريدون يوصلوا له، يواجههم مشكلة يقولون انه احنا ما عندنا حظ. الحظ كل ما كان اكو حظ، انا وياك، بس شنو؟ اكو ناس فاشل من بدايته، ما يشتغل ما يتعب ما يوصل نهايته. هاي عنده حد يقول ما عندي حظ. اكو ناس بشر يشتغل واصل للفوق. هاي ليش عنده حظ؟ ها؟ شو اسمك؟ محمد. الإنسان شلون يحقق حلمه؟ والله يعني خير اصرار وطموح يعني اهم شيء. يعني الانسان دائما يكون عنده طموح هواي، واذا يعني مثل ما قلتي قبل شويه الحظ يعني هو اللي يعني شيء عادي، ممكن شيء لازم نشوف الا حظ ماكو او اكو، يعني اهم شيء الاصرار والطموح. يعني الشخص لازم يصر لحد ما يوصل لحلم. اكيد 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 هو يصير يعني، واذا ما صارت يعني كل شيء بخير. يعني احنا نقول الحمد لله احنا كدين الاسلام يعني نقول كل شيء بخير، صار ما صار يعني الا يصير بخير علينا. انت كان عندك حلم ووصلت له؟ الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. حلمي كانت هو كلية طب ووصلتها الحمد لله والشكر. بالتوفيق. حياتي عاشت ايدك. حياتي. شلون الشخص يحقق حلمه؟ اولا لازم يعرف اخطاءه شنو هو اللي بحياته. مثلا عنده اخطاء ماديا، دا يتصرف بمادته غلط او دا يتصرف بالاطرافه غلط، يصلح هذني بالبدايه بعدين يبدي بهدفه. يعني هو مو عنده اطرافه اخطاء ويروح يسوي يبدي بهدفه، راح يرجع بالسالب بعد اكثر. يصلح من نفسه وبعدين يبدأ. يصلح، انا برايي يصلح من نفسه بالبدايه. يعني ايش عنده اخطاء ويا الاطراف، اخطاء ويا اهله، اخطاء ويا اصدقائه، اخطاء بتصرفه بالماده، يصلح ذني بعدين يبدي بهدفه. شنو مثلا خطوات الانسان حتى يوصل لهدفه؟ شنو اللي مثلا يتبعه حتى يوصل له؟ بالدرجه الاولى يتوكل على رب العالمين، وبالثاني هو هدفه حسب شنو. يعني مثلا هدفه شغل،
هدف يعني شنو الهدف ماله؟ أيا كان الهدف، أيا كان هدفي لما أريد أوصل له راح يواجهني مشاكل، شو أسوي بهذا الحالة؟ والله إذا هو شخص قادر أي مشاكل راح تواجه راح يعبرها. إذا هو شخص قادر واثق من نفسه راح يعبرها. وكل هدف عن هدف هم يختلف، يعني واحد هدفه الزواج، واحد هدفه مثلا الشغل، أو هدفه يكون بمنصب، هدفه يكون مثلا حسب الهدف ماله لازم يتبع خطواته. بالفعل اكو ناس لما مثلا بوقت اللي يريدون يحققون حلمهم يواجههم مشكلة، بذاك الوقت يقولون انه احنا ما عندنا حظ، شو تقول لهم؟ ماكو حظ، اكو فد شيء اسمه توكل من رب العالمين، ماكو فد شيء اسمه حظ. واي خطوه بالحياه تخطيها لازم تطلع قدامك مشاكل، وهذا اختبار من رب العالمين. شلون تحقق حلمك؟ والله بالاجتهاد والمثابرة والعمل بجدية. مرات الانسان لما بوقت اللي يريد يحقق حلمه يواجهه مشكلة او شيء يقول انا ما عندي حظ، شو تقول لهم؟ لا، لازم يتحمل وكل شيء راد صبر، هو الصبر مفتاح الفرج. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ ol. İnsan nece istediğine ulaşır? İstediğin olur. Mesela basit bir örnek vereyim. Emir Demir. Yani tek başına küçücük annesidir. Mücadele etti. Tumuhu nece olur? Yani bir insan istese her şeyi yapar. Erkek olsun ya da kadın olsun. Ama kadın başına her şeyi yaptı. Başardı. Ama kimse inanmadı ona. Dediler ki yani kadındır, yapamaz, edemez. Ama yaptı. Başardı, her şeyi yaptı. Başka ne diyeyim sana yani? Yani en güzel kafelerden biri yani Karküt'te şu anda. Tebrik ediyorum zaten ona ben. 2 tane anne çocuğudur. Yani kendisi de üniversite bitirmiş, magister almış. Çok güzel yerlere gelmiş yani. Böyle çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Her zaman bekleriz. مرحبا. اهلا وسهلا. شو اسمك؟ مؤيد سليمان ابو احمد. أبو أحمد، الإنسان شلون يقدر يحقق حلمه؟ شلون يقدر؟ بالاجتهاد. بس يكون عنده طموح عالي ويجتهد عشان يحقق حلمه. مرات الإنسان بوقت يعني فترة إنه هو يحاول يحقق حلمه يصاب بمشكلة، يجي مشكلة أو شيء يقول أنا ما عندي حظ، شو تقول لهم؟ لا، ما في شيء اسمه حظ. أنا بالنسبة لي المفروض إنه الإنسان يكون عنده اجتهاد وما يستسلم في كل لحظات حياته، لأنه الحياة ما بتمشي بخط مستقيم. في لحظات بيكون الإنسان في وضع صعب ولكن كل شيء بتغير. حققت حلمك؟ نوعا ما. بالتوفيق. شو اسمك؟ ايوب. أيوب. شلون تشوف الإنسان يقدر يحقق حلمه؟ نفس اجابته ابو احمد، نفس السؤال. أنت قول لي، أنت من منظورك. يعني بالاجتهاد. مرحبا. Merhaba, ehlen. Abi, insan nece istediğine ulaşır? Bu çok zahmet sordu. Çünkü insan ulaştığı her şey yani ulaşmaya çok zordu. Paya paya yani yavaş yavaş. Yani çünkü bir seneden toplum çeşitli toplumlar yaşıyor. Çeşitli kültürler var, çeşitli efendime diyeyim insanlar var yani terbiyeler şeyler. Onun için yani sen bir çarptan atlanabilmezsen şey var, hedef var. Yani paya paya, yavaş yavaş. Bu da yani iller sürer yani. Belki ömrü bitirirsen ulaşmasan hadi o. O da var yani. O da kalı insanın şeyine yani. Biraz insan imşak olsun, yavaş olsun. Başka kültürler de toplumda beraber yaşasın. Yani tefrika etmeden, üstünlük yapmadan. Ben böyle şahadan var, böyle okumuşum, böyle kültürlüyüm bilmiyorum. Yok. Her insanın şeyine göre vereceksin. Gönlüne göre, kültürüne göre. O zaman yavaş yavaş insan işte yan ulaşmaz o da yani var. Bazı insanlar var, o zaman isterler yani ulaştılar istemeklerine bir meşakil gelir öglerine bir böyle şey diyorlar bizim şansımız yoktu. Ne diyesen özlerine? Yok öz şans meselesi değil. Yani her insan dediğimiz kimin yani hedefine ulaşmak çok zahmet. Çünkü hayat çok zahmet. Hayatta neler var neler yani sayısal illerce bitmez. Yani insanların kültürü, aile terbiyesi, efendime diyeyim kalıp okumağına, kültürüne. İşte bu şeyler insanı şey eder. Yani istediği hedefe ulaşmağını çok zahmet ulaşır. Ama
sabırla, gönül hoşluğuyla, sevdeyle o insan ulaşabilir istediğine yani. Temenni ederim her insan hedefine istediğine ulaşsın. Bu da Allah'tan ricamızı. İnşallah iyi olur, iyi günler yaşarız bütün insanlar. شلون الإنسان يحقق حلمه؟ يحقق حلمه هو بشغلتين. أول شيء يكون عنده هدف معين، تمام، يقدر يوصل له. بنفس الوقت بهالهدف هو راح يحقق حلمه. أما الإنسان إذا ما يسعى إذا ما يتعب، إذا ما يركض منه ومنه، فمستحيل إنه هو يوم من الأيام إنه راح يحقق حلمه. اكو ناس خلال ما هم يريدون يحققون حلمهم يصابهم مشكلة، تطلع لهم شغلة يقولون انه احنا ما عندنا حظ، شو تقول لهم؟ شوفي، ماكو إنسان ما عنده حظ، تمام؟ كل إنسان عنده حظ هو بحياته. بس شلون؟ نقول لك شو إنه رب العالمين إيش كاتب يصير. فرب العالمين هو اللي كاتب هذا الشيء. ماكو إنسان ما يفرغ من مشاكل. ماكو إنسان ما يقعد الصبح إذا ما يلقى له مشكلة أو شيء بسيط. أوكي؟ فشنو؟ يقول لك رب العالمين اسعى فاسعى معك. وصلنا لنهاية حلقتنا وياكم. حابة أقول لكم إنه ماكو شيء مستحيل بالحياة. الشخص اللي يريد يوصل لهدفه راح يوصل له، اللي يريد يحقق حلمه راح يحققه. مجرد لازم يكون عندكم صبر، لازم تسعون للشيء اللي تريدوه. بعد ما تتعبون راح تحصلون على الشيء اللي انتوا كنتوا تتمنوه. أتمنى الموفقية للجميع، يا رب تكونون سعداء، وألتقيكم بحلقة جديدة، ومع السلامة.